الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. رؤية اليوم من أطيب بقاع الأرض وأحبها إلى الله ورسوله من بلاد الحرمين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. الرؤيا فيها جزء مبشر للأمة، وفيها جزء يتحدث عما هو واقع في بلاد الحرمين، فنرى كيف يضرب الله عز وجل المثل للشخصيات في المنام، شخصيات معروفة أو الشخصيات الحاكمة، كيف يضرب لها المثل في المنام. فربما شخصية تصحح عنها فكرة أو معلومة، أو تعلم عنها معلومة أخرى عن طريق ضرب المثل في الرؤيا. يقول: رأيت كأني أخرج من عمارتي ومعي السائق، رأينا طفل في حضانة زجاجية، وعلى بعد أمتار يوجد هر كبير وجهه إلى الغرب، بدأنا نرميه بأحذيتنا حتى غاب واختفى، ثم ظهر وعل فمه كبير ووجهه إلى الشرق، ثم وجدنا أمامنا أسد يربض على الأرض، ومر على وجهه نور مثل الكشاف، ثم بعد ذلك الطفل الذي كان في الحضانة الزجاجية تحول إلى رجل مغطى بشرشف وكان فوق السيارة. بدأ يهتز ويتحرك، حاولت أن أبقيه مغطى ولكنه ظل يهتز ويتحرك، ثم صعد إلى السماء وتحول إلى نجم وانطلق جهة الشرق وتبعته النجوم كأنها نهر يجري، وانتهت الرؤيا. أولا، عند فك رموز الطير أو الحيوان في المنام لابد أن نأخذ بطبيعة الحيوان في الواقع وطبيعته وخصائصه الجسدية. نلاحظ الترتيب: بدأ هر كبير وجهه إلى الغرب، فلما اختفى ظهر وعل فمه كبير وجهه إلى الشرق. طبعا الاتجاه للشرق أفضل من الاتجاه إلى الغرب، لأن الاتجاه إلى الشرق هو أقرب ولاء للعروبة. الوعل الذي فمه كبير يرمز للملك الحالي الملك سلمان. ولو فتشنا في خصائص الوعل وطبيعته سنجد حيوان نباتي مسالم لا شر منه. فمه كبير يرمز لمملكته الكبيرة، الفم يرمز للمملكة ويحتوي طبعا على الأسنان، والأسنان هم الأهل والعشيرة. نلاحظ أن الوعل لم يختفي ثم يظهر الأسد كما حدث مع الهر، ولكن الذي يبدو من الرؤية أن الوعل كان ما زال موجود والأسد يربض على الأرض، لأن الأسد يرمز لابن الملك سلمان الذي يتولى الحكم رغم وجود والده كما هو في الرؤيا وكما هو في الواقع، وكان يربض على الأرض دليل على الاستقرار والانتظار أو التربص. الأسد هو ملك الغابة، والحكم في بلاد الحرمين هو حكم ملكي. هناك من يعطيه الله عز وجل الملك والقوة فيستخدمه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهناك من يعطيه الله الملك والقوة فيستخدمه في غير ذلك. مر الكشاف على وجهه، أي تنكشف عنه حقائق أو تنكشف عنه بعض الأمور. نعود لبداية الرؤيا: الطفل كان في الحضانة الزجاجية بالتزامن مع وجود الهر. الملك الذي سبق الملك سلمان كان هذا الطفل ما زال في رحم أمه، لأن الحضانة الزجاجية ترمز لرحم امرأة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بالقوارير، فقال صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير، والقوارير هو الزجاج. إذن الحضانة الزجاجية هو رحم امرأة، كان الطفل في رحم أمه. بالتزامن مع وجود الأسد تحول الطفل إلى رجل فوق سيارة مغطى بشرشف، موجود فوق السيارة يعني بداية لمسيرة الحياة. مغطى بشرشف يعني محاط بالشر، محاط بالمخاطر، لذلك الرأي يحاول أن يبقيه مغطى، يحاول أن يحافظ عليه ويبقيه بعيدا عن الأنظار، ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر فاهتز وتحرك حتى تحول نجم وصعد إلى السماء. النجم يكون له شأن ويبلغ منزلة عالية في الدين والدنيا، ويبلغ أيضا منزلة العلماء. تبعته النجوم كأنها نهر يجري، يتبعه الصالحون وأهل الفضل وطلبة العلم ومن يبحث عن الحق، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية للتمرين: أعجبتني رموز هذه الرؤية، أتركها لكم للتمرين، نعبرها إن شاء الله في المرة القادمة. تقول صاحبة الرؤية: رأيت كأني أنتظر في محطة الحافلات، أنتظر حافلة رقم 116، رأيتها آتية ولكن استغربت شكلها كأنه ليس الشكل الذي اعتدت عليه، فتحركت الحافلة يعني ذهبت، فأسفت لذلك وبقيت في المكان أنتظر الحافلة التالية بنفس الرقم 116. مرت أرقام كثيرة منها 9 وغيرها ولكن لا أريدها، وفجأة أتت الحافلة 116 بنفس الشكل السابق، وفي هذه المرة لم أتردد وصعدت وانتهت الرؤية. أترك لكم التفكير في هذه الرؤية المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.